السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن حال يا رب العالمين. ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة، وصفة اللي جد اقتصادية. كما كتشوفوا راه عندي كيك ديال الشوكولات، ولكن هذا الكيك هذا راه ما فيه لا بيض لا حليب، ما كيحتاج لا ياغورت ولا طراب كهربائي، فقط بالطراب اليدوي كنحصلوا على هذا الكيك هذا. غادي يعجب خصوصا الناس اللي عندهم حساسيه للبيض او اللي ما كيستهلكوش الالبان. فهذا الكيك هذا كنظن هو اللي غيولي عندكم معتمد. كنتمنى ان شاء الله الوصفه تعجبكم. خليكم معايا باش نتعرفوا على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير كما كتشوفوا راه عندي 3 الكيسان ديال الدقيق الابيض اللي غادي ديجا مغربلاه. بالنسبه للكاس، الكاس ديال العنبه، غادي نوضع هاد المقادير ديالي، غادي نوضعهم في واحد الاناء، وغادي نضيف عليهم 3 ديال لي ساشي ديال الكاكاو. انا استعملت 3 لي ساشي، كل ساشي فيه 8 غرام. غادي نزيدهم على الدقيق ديالي، وغادي نضيف القليل من الملح. غادي ندير واحد الكاس مع مرش ديال السكر. وبالنسبه للسكر كيبقى اختياري، ممكن انكم تنقصوا يعني الكميه، لاننا مستعملين الشوكولات، فاللي ما كيبغيش يعني الحلاوه بزايد ممكن انكم تنقصوا الكميه ديال السكر. غادي نضيف ساشي ديال نيسكافي، انا استعملت ساشي ديال درهم، اولا ديروا ملعقه صغيره ديال نيسكافي. غادي نمزج العناصر ديالي مزيان كما كتشوفوا، وغادي نضيف من بعد واحد الكاس ديال الزيت، كاس مع مرش ديال الزيت النباتيه. وغادي نضيف واحد الكاس ديال القهوه. بالنسبه للقهوه انا ديجا كانت عندي طايبه، خديت كاس. هاد الكاس اللي كان عندي، فإلا كان عندكم يعني اكثر من كاس ممكن تضيفوا 2 كيسان ديال القهوه، وغادي تستغناو على الكاس الثاني اللي غادي نضيف ديال الماء. كما كتعرفوا المذاق ديال القهوه راه كيتواتى بزاف مع الشوكولاته، فإلا بغيتوا تزيدوا يعني تخرجوا النكهه، عوض كما قلت لكم الكاس ديال الماء اللي غادي نضيف، زيدوه كاس ديال القهوه. غادي نخلط العناصر ديالي مزيان. كما كتشوفوا راني حطيت واحد الكاس اخر احتياطي، الا احتاجيت غادي نزيد منه، ما احتاجيتش غادي نكتفي يعني بداك القياس اللي درت، لان كما كتعرفوا الدقيق راه فيه انواع، وكاين اللي كيتشرب كاين اللي لا. المهم انا غادي نضيف شويه بشويه ديال الماء حتى نتحصل على واحد يعني القوام ديال الكيك اللي كيكون ما ثقيل ما خفيف. يعني كتعرفوا الكيك باش كيجينا زوين ومهوي راه ما خصناش نتقلوه، وما خصناش يكون عاوتاني خفيف بزايد. فغادي نخلط الخليط ديالي مزيان حتى قلت لكم غادي نحصل على واحد الخليط اللي شويه خفيف. وغادي نضيف 2 ديال الخمارات، كل وحده من وزن 8 غرام. بالنسبه للخمارات ممكن انكم تضيفوهم من الاول مع النواشف، انا خليتهم حتى الاخير ماشي مشكل، ولكن الا بغيتو نتوما ديروهم من الاول راه ممكن. غادي نضيف من بعد واحد 2 معالق كبار مع مرينش ديال الخل، الخل الابيض. بالنسبه لهاد المكون البنات راه يعطي الكيك واحد الخفه، كيخليه مهوي. يعني انا كنصحكم تبقاو تضيفوه في الكيك، لان كيعطي به واحد النتيجه اللي جد رائعه. غادي نمزج الخليط ديالي مزيان، ومن يعني ما نكثروش من التخلاط بزاف البنات. الدقيق راه ما كيبغيش قوه التخلاط، المهم هي تشوفوا العناصر ديالكم تخلطات مزيان صافي كتهداو. غادي ناخذ واحد المول، انا عندي هذا المول هذا البنات غادي وضعت له الكاغيط ديالو في القعر ديالو، ما دهنتو ما حتى شي حاجه، فقط يعني قطعت الورق ووضعته في القعر ديالو. غادي نخوي الخليط ديالي. ممكن تستعملوا اي مول متوفر عندكم، يا يكون مربع اي يكون يعني مستطيل. الا بغيتوا الحجم ديال الكيك ما يكونش طالع بزاف ويكون شويه نازل، نتوما اللي يعني كتحكموا في الحجم ديال المول اللي بغيتوا الكيك ديالكم يطيب فيه. غادي نضرب واحد شويه الخليط ديالي مع السطح ديال العمل، وغادي ندخلو الفران يطيب على درجه حراره اللي متوسطه، ما نجهدوش العافيه باش هذا الكيك يطيب على يعني على المهل ديالو، ويطيب لينا مزيان وما يبقاش لينا البنات معجن من الداخل. وغادي ندوز من بعد غادي نوجد الصلصه اللي غادي نسقي بها هذا الكيك. غادي نوضع 80 غرام ديال الشوكولاط الاسود يكون من نوعيه ممتازه، مع نصف كاس ديال الزيت نباتيه، نصف كاس ديال الماء يعني هي من الصنبور. وغادي نضيف 2 ساشيات ديال الكاكاو، كل ساشي من وزن 8 غرام. غادي نضيف ليهم نص كاس ديال سكر سنيده، وغادي نوضع الخليط ديالي فوق النار حتى يذوب ليا. وعاد غادي ندوز ان شاء الله باش نسقي به الكيكه اللي غادي خرجتها من الفران. كما كتشوفوا درت ليها واحد يعني العود باش انني نتاكد انها راها طايبه. كما كتشوفوا كخارج يعني ما فيه حتى شي حاجه. الكيك كما كتشوفوا راه هو يعني تفقع، طاب مزيان وارتفع يعني في الحجم ديالو. غادي نحيد الجوانب بواحد السكين
نتاكد انه ما لصق لياش. باش هكا غادي نوضعو في واحد الشبيكه اللي غادي نخليه كيبرد فيها واحد شويه، ومن بعد غادي ندوز غادي نسقيه بالصلصه اللي كتشوفوا راها خليتها فوق العافيه حتى اخترات واحد شويه، عطات واحد اللون كما كتشوفوا لامع. غادي نوضع الصلصه ديالي فوق الكيك كما كتشوفوا، غادي نحاول نغطيه بها كامل. من بعد غادي نحاول يعني نحيد الفائض ديال الصلصه، وباش ما تبقاليش يعني على الوجه بزاف غادي ننزلها على الجوانب كما كتشوفوا. غادي نخليها يعني كتستحمل واحد شويه حتى داك الشوكولاط وديك الصلصه غادي تشرب ليا في الكيك، وغادي تلتصق ليا على الكيك ديالي. وغادي نحيدها من الشبيكه اللي راها فيها، وغادي نوضعها في طبق التقديم. وإلا خفتوا البنات الكيك انه يتهرس لكم فاش تكونوا كتهزوه من الشبيكه لطبق التقديم، حاولوا ديروه من الاول داك الكارطون الذهبي اللي كنستعملوه في الطورطات. ديروا واحد يكون القياس ديال الكيك، عاد تحطوه في الشبيكه، عاد ديك الساعه تسقيوه بالصلصه ديال الشوكولاط. هكا منين غتجيو تهزوه غتفاداو يعني انه يتقسم لكم ولا شي حاجه. مهم انا بالنسبه لي مولفه كنخدم بهذه الطريقه هذه، ما عنديش مشكل. الا خفتوا البنات ديروا الكاريط كيف ما قلت لكم. المهم غادي ندوز من بعد غادي نزينها بانصاف ديال الجوز. التزيين كيبقى اختياري، كيبقى على حسب كل واحد. ممكن ديروا الطريقه اللي درت اولا تزينوا الا عندكم البنات الشرائح ديال الليمون معسل، حتى هما راه كيجيو زوينين، يعني تزيدوهم مع الجوز كيعطيو واحد المنيضر زوين وكيخرجوا اللون ديال الشوكولاط. المهم انا ما عنديش، زينت فقط بالجوز. كنتمنى التزيين ديالي يعجبكم. وغادي ندوز نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها كي كتجي من الداخل، راه كتجي معلكه وزوينه. انا بالنسبه لي راه كنقطعها وهي مازال سخونه، يعني كي كتشوفوا راها كتفرتت معايا. فمن الاحسن البنات انكم تخليوها حتى تبرد معكم مزيان، عاد تقطعوها راه كتقطع بكل سهوله فاش كتبرد. اولا من الاحسن انكم تخليوها يعني تصغبوها بالليل وتخليوها في الثلاجه حتى لا غد ليه، عاد يعني تقدموها للوليدات ديالكم اولا للضيوف الا كانوا عندكم. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم والوصفه يعني تكون نالت الاعجاب ديالكم. واذا عجبتكم الوصفه بطبيعه الحال ما تنسونيش من اللايك، ما تنسونيش من البارطاج، وما تنسونيش من التعليقات ديالكم تعطيوني يعني كيفاش جاتكم الوصفه. الا عندكم شي اقتراحات ولا عندكم يعني شي وصفات باغيين انكم يعني تشوفوها في القناه عندي، مرحبا بكم. واللي ما مشتركش معايا في القناه كنتمنى انكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم كل جديد. غادي نخليكم في حفظ الله ورعايته، الى اللقاء في وصفه اخرى باذن الله.